السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. أصدرت منظمة الصحة العالمية تحديثا وبائيا جديد للفيروس كورونا بشأن الوضع العالمي والإقليمي، كيتضمن معلومات عن حالات الإدخال المستشفيات وحالات القبول في وحدات العناية المركزة، وتحديثات عن المتغيرات المثيرة للاهتمام ومتغيرات قيد الرصد. وقالت المنظمة في بيان لها بأنه على الصعيد العالمي ارتفع عدد الحالات الجديدة بنسبة 4% خلال فترة 28 يوم من 11 ديسمبر 2023 إلى 7 يناير 2024. اللي خارج عن السياق، هذا القرار ديال المنظمة راه طلع نهار 25 في شهر 1 2024 من العام الجديد، مقارنة بفترة 28 يوم السابقة. لاحظت بأنه كاين ارتفاع عدد الحالات الجديدة بنسبة 4% خلال فترة 28 يوم اللي دازت، مع أكثر من 1.1 مليون حالة جديدة، وانخفض عدد الوفيات الجديدة بنسبة 26% مقارنة بفترة 28 يوم السابقة، مع الإبلاغ عن 8700 حالة وفاة جديدة اعتبارا من 7 يناير 2024. تم الإبلاغ عن كذلك أكثر من 774 مليون حالة مؤكدة، وأكثر من 7 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم. خلال الفترة من 11 ديسمبر 2023 إلى 7 يناير 2024 سجلت حالات الإدخال الجديدة إلى المستشفيات والدخول إلى وحدة العناية المركزة بسبب كورونا بزيادة إجمالية قدرها 40% و13%، مع أكثر من 373,900 حالة دخول على التوالي. كذلك على الصعيد العالمي كيتعتبر لنا JN1 حاليا أكثر انتشارا، وكيتم الإبلاغ عنه الآن من قبل 71 دولة، وهو ما يمثل حوالي 66% من التسللات في الأسبوع 52 مقارنة بحوالي 25% في الأسبوع 48. ونسبه الأصلي هو BA268 مستقر، وشكلت 7.8% من التسلسلات في الأسبوع 52 مقارنة ب7% في الأسبوع 48. نشر التقييم الأولي للمخاطر لJN1 في 19 ديسمبر 2023 مع تقييم شامل للمخاطر المنخفضة على الصحة العامة على المستوى العالمي بناء على الأدلة المتاحة. اللي بغى يتعرف أكثر على الفيروس JN1 أو المتحور الجديد لكورونا، راه كاين فيديو في القناة على شنو هو المتحور جديد لJN1، شنو هو الشكل ديالو، شنو هما الأعراض وكل شيء. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش دعمونا بلايك وسبسكرايب في الفيديو.